بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا يليق سوى بفضله، فهو ذو الإحسان والكرم. ثم الصلاة على المبعوث سيدنا ورحمة الخلق، إذ كل الأنام ضمي. متابعينا ومشاهدينا الأفاضل في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج فاسألوا أهل الذكر. باسمكم وباسم البرنامج نرحب بسماحة الشيخ الدكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا، مرحبا بك وبالمشاهدين. حياك الله. أيضا ننوه أن التواصل يكون عبر شبكة سلام الإعلامية على الفيسبوك أو عبر الأرقام الظاهرة أمامكم في الشاشة. متابعينا الكرام، نحن في شهر ربيع الأول، والذي يوافق فيه مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا أسئلة كثيرة سنتطرق إليها بعد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ونشأته وشيئا من سيرته. لعلنا نشرع شيخنا بداية بالحديث عن واقع الجزيرة العربية قبل البعثة النبوية، كيف كانت حياتهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكما تفضلت فنحن في شهر الآن شهر ربيع، وربيع له قصة خاصة مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بدءا بمولده عليه الصلاة والسلام، ومرورا كذلك بهجرته عليه الصلاة والسلام، وقبلها كذلك الحديث ربما عن إسرائه ومعراجه، ثم بعد ذلك موته عليه الصلاة والسلام ووفاته والتحاقه عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى. كل ذلك، بل هنالك قول أيضا وإن كان محل نقاش يذهب إلى أن البعث نفسها، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم يذهب إلى أنها كانت في ربيع، وإن كان نزول القرآن طبعا في شهر رمضان كما هو ثابت، لكن هنالك أقوال على كل في هذا الجانب. فالشاهد أن شهر ربيع له طعم خاص وله مذاق خاص وله نكهة خاصة يستشعرها محب النبي عليه الصلاة والسلام. وقبل أن نبدأ الحديث عن موضوع الحالة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بما أننا في لحظة مولده عليه الصلاة والسلام، لا بأس أن نتناول اسم النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه وتاريخ ميلاده، حتى بعد ذلك إن شاء الله يمكن أن يكون الحديث عن الحالة، لأن هذه مسألة ربما تهم المستمعين بشكل عام، وخاصة الأطفال وصغار السن. فمن الحكمة حقيقة أن يكون في مثل هذا اليوم الحديث عن شخصيته من حيث الاسم عليه الصلاة. فاسم النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي بن كلاب. طبعا تمتد السلالة النبوية إلى عدنان طبعا متفق عليه بين المؤرخين والنساب، ويكاد يكون محل إجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم من اسمه إلى عدنان هذا يعتبر سلسلة ذهبية كما يقولون. وكذلك محل اتفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل عليه السلام، وذلك أن النبوة بشكل عام بعد إبراهيم عليه السلام حصرت تماما في ذريته، وكل الأنبياء محصورين في ذرية نوح وإبراهيم الرسل الأنبياء. ولقد آتينا نوحا وإبراهيم الكتاب وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. نعم.
فذرية النبي ذرية إبراهيم عليه السلام تفرع منها فرعان. الفرع الأول هو فرع إسحاق، والفرع الثاني هو فرع إسماعيل. معظم أنبياء ورسل بني إسرائيل كانوا من ذرية إسحاق. إسماعيل عليه السلام النبي الوحيد هو منه هو هو محمد عليه الصلاة والسلام. فإلى إسماعيل أيضا محل اتفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من ولد إسماعيل، وإسماعيل ابن إبراهيم، وهكذا. أمه آمنة بنت وهب، آمنة بنت وهب من بني زهرة. قبل أن ننتقل إلى أمه، أين محل الخلاف في النسب إذا كان الاتفاق إلى إسماعيل؟ لا، الاتفاق إلى عدنان من حيث التسلسل. جميل. وإلى إسماعيل من أن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت نسبه إلى إسماعيل من حيث لكن ذكر التسلسل فيه خلاف. جميل. يعني من عدنان إلى إسماعيل هنا محل خلاف في التسلسل. في التسلسل تكلموا فيها طبعا، ذكروا أسماء، مجموعة من الأسماء، لكن هذه المسألة بالذات لا يجزم بها. وتعرف طريقة المحدثين وأهل الإسلام بشكل عام دقيقين جدا في مسألة تثبيت الأسماء وتثبيت التسلسل. فالتسلسل معنا إلى عدنان. ممتاز. ثم من عدنان إلى إسماعيل محل خلاف، لكن كونه من سلالة إسماعيل محل اتفاق. ثابت عندهم هذه أيضا بس في ثابتة. ثم بعد ذلك من إسماعيل إلى نوح، هذه أيضا محل خلاف يعني كبير. إلى آدم عليه السلام هذه محل خلاف. طيب. أيضا والدته عليه الصلاة والسلام هي آمنة بنت وهب، وهي من قبيلة زهرة، وهذه قبيلة أيضا عظيمة لها شأنها في قريش، وتلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في كلاب بن مرة، يلتقون في هذا فسلالتهم واحدة يعني في النهاية يذهبون إلى نفس بعد 3-4 جدود تجدهم يلتقون مع بعضهم ويذهبون إلى عدنان. ممتاز. فهذا من حيث نسب النبي صلى الله عليه وسلم. من حيث ميلاده عليه الصلاة والسلام كذلك طبعا حصلت اختلافات كثيرة جدا في تحديد الشهر وفي تحديد اليوم، ولكن ما اشتهر أو ما هو أكثر شهرة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع، وفي ربيع في 12 منهم. لكن يقول بعضهم الأصح هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في 9 من ربيع. فهنالك الأصح وهنالك إيه؟ صحيح. هنالك الأشهر. الأشهر الذي هو الآن تتداوله كثير، والناس كلها الآن لو قلت لهم متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم يقولون لك 12. طبعا هنا قضية إنه والله لماذا لم يستطع المسلمون ضبط ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا ولد النبي صلى الله عليه وسلم في أمة أمية، وتعرف أنت قضية التواريخ والحساب تهتم بها الأمة المتحضرة، الأمة التي تهتم بالكتابة والقراءة والتوثيق. هذه واحدة. الأمر الثاني ما كان أحد يدرك أصلا ما الذي سيكون مآل هذا الطفل الذي ولد في مكة، وبالتالي هذه على كل مسألة. لكن في نفس الوقت أيضا ولد في 20 تقريبا من أبريل 570، 20 أبريل. ولذلك تجد أن بعض الذين حاولوا أن يصححوا الميلاد بأنه 9 من ذي الحجة يوم الاثنين، هذه طبعا محل اتفاق أيضا بنص النبي صلى الله عليه وسلم. لما سئل عن يوم الاثنين قال هذا يوم ولدت فيه، فولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وتوفي عليه الصلاة والسلام أيضا يوم يوم الاثنين. فهذه باختصار مسألة أن لا بد الناس حقيقة اليوم صارت تدرك المشاهير وتدرك لعيبة الكرة، ولكن لو سألت أحدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ومولده واسمه عليه الصلاة والسلام واسم أمه، ربما كثير من الناس للأسف الشديد لا يعرفون هذا الواقع. بالنسبة لي واقع الجزيرة العربية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن يمكن أن نلخص ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض، إن الله نظر إلى أهل الأرض عربها وعجمها فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب. يعني في اللحظة التي بعث، وهذه طبعا تغنينا كثيرا عن كثير من التفاصيل، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أهل الأرض جميعا مقتوا في تلك اللحظة التي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنما الأرض والكون يتهيأ لمبعث محمد عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن قمة الظلام يعقبه الفجر، فكان ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته عليه الصلاة والسلام هو الميلاد الذي بدد كل أنواع الظلام. فكانت حياتهم الدينية بائسة جدا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، إلا بقايا من أهل الكتاب، فلم يكن هنالك موحدون لله سبحانه وتعالى إلا القلة القليلة من أهل الكتاب.
الذين نحوا منح التوحيد وليسوا منح التثليث، يعني لأن أهل الكتاب نفسهم حصل فيهم انحراف، خاصة النصارى، وقالوا بالتثليث في تلك الفترة التاريخية. وبقي كذلك بعض الذين كانوا ينسبون إلى التوحيد من أتباع إبراهيم عليه السلام، وهؤلاء قلة، يعني كانوا مجموعات بسيطة جدا، منهم ورقة بن نوفل ويقال أنه تنصر بعد ذلك وغيرهم. فهؤلاء كانوا أيضا على التوحيد وكانوا يبتعدون عن قضية الإشراك بالله سبحانه. لكن كان السائد في تلك اللحظة التاريخية من الناحية العقائدية الارتباط بالأصنام، الارتباط بالأوثان، كل قبيلة تقريبا تتعلق لها بواحد من هذه الأصنام، واحد من هذه الآلهة يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى، أو يزعمون بأنها آلهة من دون الله عز وجل. فإذا قيل لهم قولوا لا إله إلا الله كانوا يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا. فإذا كان هنالك فسادا عقائديا، كان هنالك اختلالا وفسادا أخلاقيا هائلا، خاصة فيما يتعلق بانتشار الفواحش. ولعل حديث عائشة رضي الله عنها في هذا الاتجاه عندما تكلمت عن أنواع النكاح، ذكرت مجموعة من النكاح، وواحد منها النكاح المشهور بين الناس الآن، يكون هنالك عقد صحيح يرتبط الإنسان بامرأة وكذا، لكن ذكرت نكاح الاستبضاع، وذكرت نكاح كذلك أصحاب الرايات اللي هم البغايا، وذكرت كذلك نكاح الرهط. فكانت الحالة الأخلاقية من حيث أيضا انتشار الفواحش خاصة في الطبقة الدنيا من الناس، هذه أيضا كانت واسعة جدا. انتشار أيضا الحالة الطبقية في المجتمع ما بين سادة وعبيد، وما بين المفاخر في القبائل والتعصب القبلي والقتال من أجل القبيلة ولو كان ذلك على باطل، كما قال قائلهم وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد. فكل ذلك يبين لك الحالة عموما الاجتماعية كذلك. أما الحالة السياسية فكان هنالك ما يمكن أن نسميه بإمبراطوريات حول الجزيرة العربية، فارس والروم في الشمال الشرقي والشمال الغربي، وكانت هنالك أيضا الممالك اليمنية والمملكة الحبشية كذلك في أرض الحبشة. وهذه ربما اليمن والحبشة صحيح كانت إمبراطوريات كبيرة ولها وزنها، ولكن لا تبلغ ما كانت تبلغه فارس والروم. وكانت تتطلع هذه المجموعات أشبه ما تكون بالقوى الإقليمية التي تتطلع إلى أن يكون لها ولاء للقوى الإقليمية. العرب في جزيرتهم للأسف الشديد لم يكن لهم نظاما سياسيا متماسك ومتفق عليه بحيث يطلق عليه بأنه والله هذه إمبراطورية عربية، بل كان الحالة في الجزيرة العربية هو عبارة عن نظام قبلي ترتبط المجموعة بالنسب وترتبط بالولاء لزعيم القبيلة، ثم بعد ذلك يمكن أن تنشأ أحلاف بين هذه المجموعات القبلية. ولذلك مكة مثلا، مكة في اللحظة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد لها رمزا أو شخصا واحدا. كانت مثلا قريش تلتقي على أشخاص من قصي إلى عبد المطلب، آخر شخص كان يمثل رمزية موحدة لقريش وكان جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، ولذلك هو الذي قابل أبرهة عندما كان يريد أن يغزو مكة. لكن بعد عبد المطلب تقريبا، وهو يسمى شيبة الحمد، بعده لم تلتقي قريش على زعيم واحد، بل كانت حالة أشبه بالملأ. فتجد لكل قبيلة دور معين، بعضهم يهتم بالحجيج، بعضهم يهتم بالتجارة، بعضهم يهتم بالحرب، فكانوا متقسمين الأدوار لكن دون أن تكون لهم قيادة مركزية. فهذا تقريبا الواقع باختصار الذي بعث فيه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ممتاز. ذكرت أنها كانت هناك إمبراطوريات حول جزيرة العرب مثل اليمن والفرس وما إلى ذلك. لماذا بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا بعث الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب تحديدا؟ لماذا لم يبعث في أرض الشام مثلا وما إلى ذلك؟ صنت. هذا طبعا من الأشياء المهمة جدا، لأن أولا كثير من الناس فعلا يتساءل لماذا كان الاختيار على مكة، هذه الصحراء الجرداء القاحلة التي لم تعرف بالحضارة ولم تعرف بالبنيان ولم تعرف بالعمران ولم تعرف كذلك بالفلسفة والمنطق والعلوم، لم تكن، بينما كانت المناطق الأخرى فيها نهضة كبيرة جدا. فيفترض أن هكذا العقل الإنساني البسيط يتصور بأن والله يا أخي كان المكان الطبيعي لهذه الرسالة أن تأتي إلى فارس أو تأتي إلى الروم أو تأتي إلى مناطق الحضارات مثلا حمير وسبأ أو الحبشة. لكن سبحان الله أراد الله سبحانه وتعالى، أولا أؤكد على مسألة مهمة جدا، وهو أن موضوع الرسالة اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، فهو محض اختيار. كما أن الله عز وجل اختار أمكنة واختار أزمنة، اختار كذلك أشخاص. أن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. فالاختيار بالنسبة للرسالة اختيار واصطفاء،
في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. لا مجال طبعا هنا لأي محاولات، لأنه البعض حتى احتج على أنه والله شخصية النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن من الشخصيات المشهورة، كانوا يتصوروا بالشهرة أو بالوجاهة أو بكثرة المال أو بكثرة القوة، فكانوا يتصورون بأن هنالك رجل في الطائف ورجل آخر في قريش. لماذا لم يبعث الله حتى على مستوى الشخصية لكن على المستوى الجماعي كما تفضلت؟ لماذا اختار الله سبحانه وتعالى هذا المكان؟ اتسمت أول مكة بأنها مركز الانطلاق الديني عبر التاريخ. إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة. فأول هذه مهمة جدا، يعني التاريخ الديني مرتبط بمكة. وما بين مكة والقدس كان الرسل يتجولون في هذه المنطقة، لكن ربما بعد إبراهيم عليه السلام حصل هنالك انقطاع عن هذه الأرض، لأن الله ما بعث لهم بعد ذلك نذير، يعني ما جاء لقوم النبي صلى الله عليه وسلم نذير ينذرهم، وبالتالي ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، لم يكن من ورث الكتاب ولا توارث قضية الإيمان من خلال. هذه واحد. الأمر الثاني، كأنما والله أعلم أراد الله سبحانه وتعالى لهذه الرسالة أن تنطلق من أضعف نقطة حضارية في الأرض في ذلك الوقت. لماذا هذا الكلام؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول بأن هذه النقطة الصفرية هي التي ستتحول إلى نقطة مئوية بعد فترة لتقود العالم أجمع. ففي ذلك رسالة بأن كل إنسان ضعيف وكل إنسان معدم وكل إنسان فقير حضاريا إذا ما ارتبط بالهدايات السماوية وارتبط بهذا الكتاب فإن الانطلاق بالنسبة له واردة، لأنه كما يقال الحدوث دليل الإمكان. فإذا كان هنالك حدث بدأ من الصفر ووصل إلى 100 يمكن هذا الحدث أن يتكرر. وبالتالي أي إنسان اليوم يريد أن يستهدي بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو أي أمة من الأمم تريد والله أن تنطلق، فإن نقطة الصفر يمكن أن تكون بالنسبة لها إذا أخذت بكتاب الله بقوة يمكن أن يحولها إلى أمة قائدة وأمة أمة رائدة. النقطة الثالثة، هنالك أيضا مسألة مهمة جدا وهو الاصطفاء القومي، وهو أن الله سبحانه وتعالى اختار أمة العرب، هذه الأمة التي لم يبعث فيها من قبل كما ذكرنا بعد إبراهيم عليه السلام ولا إسماعيل لم يأتهم رسول، وكل الرسل كانوا في بني إسرائيل. أراد الله سبحانه وتعالى أن يختم الرسالة بسلالة إسماعيل عليه السلام وأن يكون منهم النبي الخاتم. ولعل في ذلك أيضا خصائص كثيرة جدا في أمة العرب، أنها أمة غير ملوثة فلسفيا ولا منطقيا ولا عندها لوسات بتاعت أفكار، لأنه سبحان الله كثير من الأمم تدخل أحيانا حتى على الدين بما لديها من موروث ثقافي وموروث فكري مثلا، فتختلط عليها الأمور. بالنسبة للشخصية العربية شخصية عبارة عن دفتر أبيض أو صفحة بيضاء تستطيع أن تكتب فيها ما تشاء. ولذلك كان سيد قطب عليه رحمة الله عندما قال جيل قرآني فريد، لعله كان يرمي إلى ذلك، وهو أن الجيل العربي الأول الذي أسس هذه الدولة قامت عليه الرسالة لم يعرف شيئا إلا الهداية بكتاب الله. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فإذا كتبت أول صفحة من خلال الوحي الإلهي الذي، وبالتالي لا فلسفات ولا منطق ولا أشياء تلوث هذه الذهنية. فتشبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والعرب عموما بهذه الرسالة وانطلقوا بها بين العالمين. شاكرك شيخنا. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم دائما ذو شجون. نستكمله وإياكم متابعينا الأفاضل بعد هذا الفاصل القصير، فابقوا معنا. أعزائنا المشاهدين، يمكنكم الآن متابعة بث قناة سلام الفضائية عبر قمر سهيل سات على الترددات التالية: اسم القناة سلام تي في، القمر سهيل سات 2، التردد
11310 معدل الترميز 30000. عدنا لكم أيها السادة المشاهدون بعد هذا الفاصل القصير. نستكمل الحديث فضيلة الشيخ دكتور حسن سلمان. دعنا نخوض في مولد النبي صلى الله عليه وسلم. هل حصلت هنالك معجزات في مولده؟ وما هي يعني كيف كانت القصة؟ جميل. بالنسبة لمولد النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن نشير إلى نقطة مهمة جدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا بأنه ابن عبد الله ابن عبد المطلب، فهو أولا تركه والده وهو نطفة في بطن أمه، وكان والده في ذلك الوقت أيضا صغير السن، يعني لم يتجاوز 20، ولكنه ذهب في رحلة إلى الشام ولعله إلى مناطق فلسطين الحالية، وبعد عودته توفي في المدينة. طبعا لفتة مهمة جدا أن يلتفت إليها الناس، وهو أن والدته توفيت في الأبواء ريف المدينة أو على أطراف المدينة، ووالده عليه الصلاة والسلام توفي مع أخواله في بني النجار في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميل. وهذه مسألة مهمة. تركه والده وهو في بطن أمه، فكانت التبعات الكبرى وقعت على هذه الأم اللي هي آمنة بنت وهب. وطبعا في لطيفة مهمة جدا أيضا لا بد أن أشير إليها، وهو أن عبد المطلب عندما ذهب ليخطب زهرة من والدها كانت عند عمها وهيب ابن عبد مناف. آمنة كانت عند عمها، فجاء عبد المطلب ليخطبها، ووالد آمنة أيضا كان من زعامات بني زهرة، فهي نشأت في بيت عز وشرف كذلك، وكان سبحان الله يتمناها كل الناس، ولكن اختارها الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم لأنها ستكون مستقر النطفة الكريمة والنطفة الشريفة للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا اليوم أيضا من اللطائف التي حقيقة الإنسان يقف عليها في السيرة، هو أن عبد المطلب في اليوم الذي خطب لولده عبد الله خطب لنفسها أيضا بنت عمها آمنة بنت وهب، في نفس اليوم خطب هو هالة بنت وهيب ابن عبد مناف، وهذه طبعا هي أم حمزة. فحمزة رضي الله عنه ستجد أنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولدوا معا، وكذلك رضعا معا فأخوه من الرضاعة، وفي نفس الوقت أيضا أم حمزة وأم النبي صلى الله عليه وسلم أبناء عمام. وهذه طبعا لطائف السيرة، يعني حقيقة بعض الأشياء كثير من الناس ربما لا يتصور إنه والله علاقة حمزة فقط علاقة عمومة، هي علاقة دموية عميقة جدا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من أحب الأعمام إليه هو حمزة رضي الله عنه. جميل. على كل توفي والده، فتولى أمر الأم وأمر الطفل بعد ذلك عبد المطلب. عبد المطلب من الشخصيات حقيقة المهمة جدا في التاريخ، تاريخ القرشي، وكذلك في تاريخ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو يمكن لعله من الإرهاصات، يعني من إرهاصات السلالة النبوية وجود عبد المطلب. عبد المطلب مثلا من الأشياء التي تعتبر من الشخصية التي برزت فيها، هو أنه ذات يوم سمع صوتا ينادي يقول له احفر طيبة، احفر المضنونة، احفر كذا، وهو في كل ذلك أخيرا قيل له احفر زمزم. وهذه قصة طويلة حقيقة، كيف أن مكة زمزم هذه دفنت بعد إسماعيل عليه السلام ولم يعرف لها أثر، تصور، وكان قريش في هذا المكان وتظن بأن المكان خلاص،
لما أراد الله سبحانه وتعالى لهذا المكان أن تدب فيه الحياة وأن تنطلق منه الرسالة وأن ينبع فيه الماء الذي هو سبب بقاء الإنسان في الحياة جسديا، وسيرتبط ذلك بالوحي الذي تحيو به الأرواح، فكان انفجار بئر زمزم وحفرها بواسطة من؟ جد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المجدد لإيه؟ لحفر بئر زمزم، وكان قائم عليها. وطبعا نازعته قريش بعد ذلك، وقصة طويلة حقيقة حصلت في هذه المسألة موجودة في كتب السير. إذن هذه حالة على كل برزت في قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت على كل هذه الأسرة بأن إيه؟ فيها عبد المطلب. النقطة الثانية، في اللحظة التي حفر فيها عبد المطلب كان له ابن واحد اسمه الحارث، اللي هو ولده بعد ذلك في غزوة بدر، عبيد بن الحارث، اللي هو كان نزل مع علي بن أبي طالب وحمزة. نعم. هذا الحارث هو الولد الأكبر لعبد المطلب، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن له كثير أبناء، ولما نازعته قريش تطلع إلى أن يكون له أبناء ينصرونه ويعتز بهم، فقال اللهم إن رزقتني 10 من الأبناء أذبح واحدا منهم في الحرم. فسبحان الله لما بلغ عدد أبنائه 10 أراد أن يفي بالنذر، وذهب، وكان عندهم الطريقة بتاعت اللي هو سل السهام اللي إخراج القرعة حتى يخرج، فتخرج في كل مرة لمن؟ لوالد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، فيريد يذبحه. تتدخل قبيلة آمنة اللي هو أهل أخوال عبد الله، يتدخل أخوال عبد الله ويقولون له يا أخي لماذا تفقد ابنك؟ أفدي عنه وابقى على ولدك. فقال خلاص الفدية كيف؟ سألوا على كل بعض، قالوا لهم والله 10 في كل خرجة، كل مرة يطلع عبد الله طلعت 10 مرات، فصار 100 من الإبل، ففداه جده عبد المطلب ب100 من الإبل. هذه كانت نقطة اشتهار لوالد النبي صلى الله عليه وسلم، عرف كذلك بأنه هو عبد الله، مع أنه مات والد النبي صغيرا، لكن ظل مشهورا بين الناس أن هذا كان صاحب الفدية. فصار يطلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابن الذبيحين إسماعيل عليه السلام. وهذه أيضا ارتباط، كيف أن هنالك حصلت فدية في إسماعيل وحصلت هنا فدية في عبد الله. لاحظ كيف ترتبط كذلك الأحداث. على كل، لاحظ الآن عبد المطلب هنا تتشكل حالة تبرز في نهاية المطاف من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في اجتماعيا، لأن هذه المسألة عند قريش مهمة، من هؤلاء. ثم النقطة الثالثة وهي مهمة جدا أيضا، قبل أن أو في اللحظة التي نتكلم فيها عن ميلاده عليه الصلاة والسلام، في نفس اللحظة التي أو في نفس السنة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، تحرك أبرهة لهدم بيت الله تبارك وتعالى، ووصل أطراف مكة. ومعروف طبعا خرج جد النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ذلك الوقت كان رأس قريش، وقابل أبرهة وناقشه. فطبعا يقول أبرهة تهيب دخول جد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في سنة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. سنة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سأله والله أنا تصورت أنك تناقشني في موضوع هدم البيت، وأنا قادم لهدم البيت، وإذا بك أنت تناقش عن الإبل التي صادرناها. نعم. فقال مقولته المشهورة أنا رب الإبل وللبيت رب يحمي. نعم. هنا أيضا اشتهرت الحالة، وهنا نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى ذكرهم بها بعد 40 سنة. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل. وكأنما يمتن الله سبحانه وتعالى، ورسول الله يخبرهم يقول أنا من يمتن الله عليكم بأنه صد عنكم هذا الهجوم الذي كان يمكن أن يكون ضحاياه آلاف من البشر، ولكن سواء كان حماية لجناب بيت الله تبارك وتعالى أو حماية وتشريفا لميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سيكون في هذه البلدة. فعلى كل هذه كلها كانت مؤشرات أول قبل ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن حقيقة فيما يتعلق بمولده عليه الصلاة والسلام هنالك الكثير من الروايات التي تذكر في كتب السيرة، ويتناولها عموما الشعراء ويتناولها المادحون، ولكن أهل الحديث
عموما يحرص ألا يثبتوا حدثا فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تكون هنالك بينة واضحة ثابتة قطعية. فأصح ما يمكن أن نقوله في هذا الباب هو رؤية أمه عليه الصلاة والسلام عندما حملت به. قالت رأيت، وهي رؤية منامية طبيعية، هذا الموضوع ليس فيه إشكال، رأيت بأن نورا قد خرج من بطنها فأنارت منه أو أضاءت منه قصور الشام. وهذه إشارة طبعا إلى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم والنور الذي سيبعث به ويربط ما بين بيت المقدس وما بين ما بين البيت الحرام. فعلى كل باقي الروايات حقيقة قضية إيوان وكسرى وكثير من الأشياء التي تذكر، على كل هذه ليست عليها أدلة قطعية، بعضها موضوع وبعضها قد لا يكون يرقى إلى مستوى الصحة. أين ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولد طبعا في مكة وفي بيت عمه أبي طالب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على كل ما بين عمه عليه الصلاة والسلام وما بين جده، لكن يبدو والله أعلم ميلاده تحديدا كان في بيت أبي طالب، لأن كان الرعاية بعد كده ما بين الأعمام نعم والجدود. هذا لعله السؤال القادم، ما الحضانة بعد وفاة أم النبي صلى الله عليه وسلم إلى من انتقلت؟ أحسن. قبل الحضانة طبعا لاحظ كان العرب عندهم ظاهرة مشهورة، وهو أن الطفل عندما يولد يحرص أن يبعثوه إلى البوادي. نعم. دائما، لأن مناطق الحضر تختلط فيها الأنساب وتختلط فيها الألسن وتختلط فيها العادات، والبنية نفسها لن تكون بنية قوية، فكان العرب يحرصون على أن يرسلوا أبنائهم وهم في الطفولة في مرحلة الرضاع، يرسلونهم خارج إلى البادية. نعم. فاستلمت طبعا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قصتها أيضا حقيقة طويلة جدا قد لا يحتملها المقام، لكن خلاصتها أن حليمة السعدية من بني سعد هي التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، واستمر معها لمدة 4 سنوات على الصحيح، يعني من بداية إلى 4 سنوات. هذا هو في البادية وأمه لا زالت عايشة. نعم، أمه لا زالت عايشة، لأن أمه ستموت بعد 2 من الآن. لاحظ، ترعرع ونشأ، وحصلت في دار بني سعد الكثير من الأشياء، يعني تغيرت حال هذه الأسرة التي وفد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فتغير أتانها وتغيرت ناقتها وتغيرت أغنامها، فصار الكل يتحدث عنه أرعى المكان الذي ترعى فيه غنم حليمة السعد. ثم ظهرت فيهم كذلك الكثير من العلامات، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في خلال 8 شهور صار يتكلم، صار يتحرك، ثم صار يقف على رجليه، ثم صار يتكلم في خلال أقل من سنة. فكانت تتعجب هذه الأم أنه هذا الطفل ليس أمرا طبيعيا. ثم حصلت طبعا في السنة الرابعة حادثة شق الصدر في بني سعد، فخافت حليمة السعدية وذهبت به إما أنها ذهبت به في السنة الثانية، وإما أنها ذهبت به على كل في السنة الأخيرة، لكن خلاصة ذهبت إلى أم النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، وذهبت به بعد أن أكمل العامين لتقول لها والله أنا أريد أن يكمل معي أكثر. هذه تعلقت به جدا ورأت البركة التي في هذا الطفل، فأقنعت أمه بأن تتركه. ثم في أقل من سنة تقريبا رجعت به مرة أخرى وهي خائفة، وحكت لها بأن والله يا أخي الأفضل طفلك أن يكون معك وكذا. فقالت أتخافين عليه من الجن أو تخافين عليه من الشياطين، كأنما قالت لها بأن الموضوع بتاع شق الصدر هذا ربما حالة من المس أو حالة من الجن أو كذا. فأمه عليه الصلاة والسلام قالت لا سبيل للشياطين على ابني أو على ولدي. فكأنما أمه تدرك أن ابنها هذا له وضع خاص أو له شأن خاص، بدون معلومة صريحة. بدون أن قالت لها اتركيه عندك ولا تخافي. فعادت به مرة. على كل إلى السنة الرابعة ظلت الرعاية ما بين الجد ثم توفي بعد ذلك جده عليه الصلاة والسلام، وانتقل على كل الأمر إلى أبي طالب. لكن في حدث مهم جدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ 5 وماشي إلى 6 تعلق جدا بوالدته، عاش معها 2، يعني تصور 4 سنوات في ديار بني سعد. فلما عاد إليها تعلق بها، وهذه هي الفترة التي يتعلق الطفل بأمه. فرأت أن تذهب به إلى المدينة، كانت كأنما تتردد على أخوال أبيه، هذا من جانب، وفي نفس الوقت أرادت أن تزور كذلك، كأنما كان من طبعها أن تزور في كل عام قبر والد النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبت به إلى هناك،
وسبحان الله كانت هذه هي اللحظة التي وهي عائدة خلاص أخذ فترته مع أخواله، وهو عائد ومعها بركة اللي هي أم أيمن الحبشية. وهنا لا بد أيضا أن نشير إلى أن الحبشة طبعا اتسموا بأمرين في هذا أو بأمر مهم جدا، وهو الاحتضان. فأول من احتضنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مولده هي أم بركة، وأم بركة هي مولاة أبيه، يعني ورثها النبي صلى الله عليه وسلم باعتبارها مولاة لوالده، فظلت معه أم بركة اللي هو أم أيمن بركة الحبشية هذه إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام، ظلت مستمرة معه وكانت على الإسلام، وتوفيت على كل بعده ستة أشهر تقريبا. لاحظ لحظة وفاة والدته لم تكن معه إلا إلا أم أيمن الحبشية في منطقة الأبواء الحبشية. فأنا أقول دائما في كثير من جلساتي، أقول الأحباش اتسموا باحتضان رسول الله من لحظة ميلاده، ثم احتضنوا كذلك دعوته لحظة مطاردتها. فأهل الحبشة الأصل فيهم أن يكونوا دائما أهل الاحتضان لهذه الرسالة، وأهل التعايش مع هذه الرسالة وتسامح مع هذه الرسالة. لماذا؟ لأن هذا كان دورهم سبحان الله في التاريخ، أن أول امرأة عندما ولد النبي صلى الله عليه وسلم أمسكت به واحتضنته هي أم أيمن الحبشية، وأول من احتضن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في خارج الجزيرة العربية هم أيضا الأحباش. فعلى كل هنا طبعا توفي وفقد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أبواه. وإنت تصور طفل في حدود 6 سنوات يفقد الأبوة ويفقد كذلك الأمومة، فنشأ على كل في كنف بعد ذلك جده وعمه. انتقل طبعا الأمر بعد ذلك إلى عمه أبو طالب بعد جده انتقل إلى أبو طالب. طبعا حقيقة هذا الرجل شخصية غريبة، يعني لا يكاد في تاريخ السيرة يأسرك شخص ويشدك إليه وتعجب به وهو على غير دينك مثل أبي طالب. يعني ظل سبحان الله يحمي النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه ويحوطه ويحميه، ويدخل معه الشعب وبني هاشم كلهم يدخلون إلى الشعب مسلمهم وكافرهم 3 سنوات صامدين من غير أي محاولة للتنازل، ويحمونهم من كل داخل وخارج. وبل كان أبو طالب من غرائبه أنه طبعا باعتباره كان من الوجهاء في قريش ما كانوا يستطيعون في حياته أن يمسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت لحكمة الله يعلمها لأنه كان على دينهم أيضا. هو ما كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه انتقل إلى دينه، ربما لو انتقل إلى دينه لطالته نفس المشكلة، لكن ظل هو على دينهم وعلى ما هم عليه من ديانة وثنية، لكن ظل يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحقيقة شخصية أبو طالب من الشخصيات التي فعلا تستحق الدراسة وتستحق التأمل وتستحق النظر. ولذلك حتى لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم هل نفعه ذلك قال نعم، كان يمكن أن يكون في الدرك الأسفل من النار، فبكل هذا الذي قام به فهو في ضحضاح من النار، في أقل مستويات العذاب بسبب الشرك طبعا، لأن الله سبحانه وتعالى حرم الجنة على من لم يشهد أن لا إله إلا الله. فعلى كل كان عمه عليه الصلاة والسلام من أشد المدافعين عنه، حتى أنه قال والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، ولقد علمت بأن دينك من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فأبو طالب قال فيه شعر وقال فيه كلام كثيرا. ولعلي أذكر من ذلك قوله لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد نعم وإخوته دأب المحب المواصل. وقال أيضا وأبيض يستسقى الغمام بوجهه. يا سلام، نعم. هذه من أجمل وأبيض يستسقى الغمام بوجهه. نعم، ثمال اليتامى عصبة لله. الله أكبر. نعم. فهذه كانت طبعا شخصية أبو طالب، وهو الشخصية التي حرصت أن تحمي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه كلها شخصيات مؤثرة حقيقة في مسيرته عليه الصلاة والسلام، فظلت تحوطه وترعاه إلى أن في هذه الفترة النبي صلى الله عليه وسلم مر بجملة من المحطات، أنا أقول بأنها المحطات التي أهلته عليه الصلاة والسلام، أهلته للقيادة. المحطة الأولى أن ارتباطه بجده عليه الصلاة والسلام حتى مماته، وظل جده يجلسه بجواره، حتى كان أبناء عبد المطلب يغارون من النبي صلى الله عليه وسلم، أعمامه يقول اشهد طفل صغير ونحن كبار، وهو يجلسه بجواره، وكان يقول لهم سيكون له شأن، هذا الطفل سيكون. فكان سبحان الله وهو طفل، وأن تتصور الآن أمام عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم، عندما نتكلم بعض الأطفال الآن العاديين العباقرة، فما بالك بشخص قد صنعه الله على عينه، وظلت الرعاية الإلهية
تصاحبه، إنك بأعيننا، مش كده؟ فظل أخذ الحكمة وفصل الخطاب وطريقة إدارة المجالس والاستماع إلى الآخرين من صغره مع جده عليه الصلاة والسلام. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أيضا وهذا مهم جدا، أنه لما بلغ 14 تقريبا أو 15 سنة شارك مع أعمامه في حرب الفجار، الحرب المعروفة التي سميت بحرب الفجار نتيجة ما حصل فيها من انتهاك للحرم أو انتهاك للحرمات، على كل حصلت حرب. واشتراك النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب والصحيح أنه كان دفاعا عن أعمامه. حضر هذه المعركة 4 من أعمامه عليه الصلاة والسلام، حضرها أبو طالب وحضرها حمزة وحضرها العباس وحضرها الزبير أو الزبير، هؤلاء 4 حضروا هذه الحرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم شارك فيها، وكان إما أنه يجهز النبال لأعمامه أو أنه كان يصد النبال عن أعمامه. على كل شارك، وأثبت كذلك في هذه المعركة رغم صغره إلا أنه أثبت شجاعته وأثبت قدرته كذلك. النقطة الثالثة وهي أيضا مهمة جدا، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا شارك في حلف الفضول، وهذا حلف مهم جدا في تاريخ قريش، وهو أن أحد أفراد قبيلة زبيد أو زبيد اليمنية جاء وهو يريد أن يبيع بضاعة له في مكة، فإذا بوائل بن أحد على كل الشخصيات أخذ منه هذه البضاعة وظلمه في حقه ولم يعطه مالا، فاستنجد بالناس ولم ينجده أحد. فهنا تحرك عم النبي صلى الله عليه وسلم الزبير ونادى في الناس، ونادى مجموعة من الأفرع في داخل قريش، لكن أهم من شارك في هذا الحلف هو أهل النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الأب اللي هم بنو هاشم وبنو المطلب وزهرة وتيم. هذه كان تقريبا 4، وأظن قبيلة أسد. ال4 هؤلاء اشتركوا، ثم اشتركت معهم مجموعة من قبائل كنانة، فشكلوا مع بعض حلف سموه حلف الفضول، على أن ينصروا كل مظلوم تحصل له مظلمة في مكة. لاحظ، فهنا تشكلت عند النبي صلى الله عليه وسلم مسألة مهمة جدا. القضية الأولى أنه ترسخ في وجدانه وفي ضميره الحساسية ضد الظلم، وهذه مسألة مهمة جدا في المصلحين. يعني المصلح الذي لا تكون عنده حساسية مفرطة في موضوع الظلم ويكون متقبل للمظالم أو لا يرى إشكال في المظالم، هذه إشكالية كبيرة جدا. كم كان عمر النبي آنذاك؟ كان في هذه اللحظة تقريبا ما بين حرب الفجار وما بين حلف الفضول 1 سنة أو أقل 4 أشهر. يعني في عمر 15 الآن هو إيه؟ رافض للظلم. وبل بعدين سترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه ذات يوم جاءه شخص وقد تطاول عليه أو أخذ بضاعته وظلمه أبو جهل وذهب ببضاعته، فكان يناشد الناس أن هشام بن الحكم وعمرو بن هشام ظلمني وأخذ أموالي، فصار الناس يستهزئون به ويقولون اذهب إلى ذاك الرجل المتكئ على الكعب. فإذا به رجل أعرابي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لقد أشاروا إلي، أشار الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعرفون حساسية الرجلين، النبي صلى الله عليه وسلم مع أبو جهل. قال ما مشكلة؟ قال كذا. فقال أخذه وذهب به مباشرة وطرق الباب على أبو جهل. قال له رد عليه مظلمه وأعطيه حقه. أبو جهل يقول ارتعد وذهب وأعطى الرجل أمانته، فصار الناس يسألون ماذا؟ رجع الرجل وقال لقد رد علي مظلمتي. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ تلك اللحظة، منذ الحلف الفضول، عنده حساسية ضد المظالم، وكان عنده أهمية كبيرة جدا قضية نصرة المظلومين. فالآن عندك إيش؟ عندك الحكمة والإدارة والأمور ورثها من جده عليه الصلاة والسلام، ثم شارك في حرب الفجار، ثم الآن يشترك في حلف الفضول، وهذه شغل سياسي. قضية التحالفات أيا كانت حقوقية أو كانت سياسية، على كل فيها أخذ وعطاء وتنازلات وكذا. لكن فكرة لأن هذا الموضوع النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه، قال لقد أدركت حلفا أو دعيت إلى حلف في الجاهلية لو دعيت به وأنا في الإسلام لأجبته. نعم. لاحظ، فكان مشكل عنده صورة مهمة جدا. النقطة الرابعة، وصل النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، قبل أن يبلغ 40، إلى أن قريش تحكمه. صار هو إيه؟ الحكم في موضوع الحجر الأسود. لما أرادت قريش بنت الكعبة وأرادت أن تضع الحجر، كاد يقتتل الناس من القبيلة التي تضع الحجر،
ورؤيتهم إنه لابد يضع واحد. فقالوا نحتكم إلى أول قادم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قالوا جاء الصادق الأمين، لسه الرسالة ما جاءته، نحتكم إليه. فنظر إليه، ما إيش مشكلتكم؟ قالوا والله مشكلة. قال ائتوا بثوب ووضع فيه الحجر، وجميعا قالوا امسكوا بالثوب، فرفعوا جميعا، لكن الذي وضع الحجر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم راضين ما شاء الله وهم متقبلين له. لاحظ الآن هنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه القضايا كلها أهلته عليه الصلاة والسلام للمرحلة القادمة، وهي بلا شك لها أهميتها في النشأة، في التطور، في الرؤية للحياة، في أن لا يكون الشخص فقط والله ليست له أي خبرة في المجالات الحياتية وهو يريد أن يسعى إلى إصلاح البشرية. شكرا لك سمحت الشيخ. الشكر موصول لكم أنتم متابعينا ومشاهدينا الأفاضل في كل مكان. نكرر الشكر لفضيلة الدكتور حسن سلمان. شكرا لك فضيلة. الله يبارك. يقول شوقي ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء، والوحي يقطر سلسلا من سلسل، واللوح والقلم البديع رواء. للحديث شجون وبقية عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم ترقبونا في كل أسبوع من نفس الموعد. شاكرين لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى حلقات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.